بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. الحلقة ديالنا اليوم واحد السيد جبلي من ولاد الجبل، عايش هاد الدري في الجبل. كان امينا وكان صادقا. هاد الدري هذا كان امين وكان صادق وكان داخل سوق راسو. قرا وما قراش بزاف، قرا شويه، ولكن بلادو المنطقه ديالو فين ساكن الفلاحه ديالهم الاولى المهمه بالنسبه لهم هي القنب الهندي، هي المخدرات، هي الكيف. الناس داكشي اغلبيه باش عايشين تما. اللي ما زرعوا شيء راه تيخدم فيه في الحصاد، واللي ما زرعوا شيء راه تيخدم فيه الوقت اللي ينفضوه باش ياخذوا منه داك اللب ديالو اللي هو معروف بالحشيش. الناس خدامه بداكشي وتوارثوه. اللي اليوم الدوله قالت كاين حلول لذاك المخدر، كاين حلول جذريه غادي تستعمل في الادويه وتستعمل في كذا وكذا، ودوك الناس غيوليو يخدموه ويعطيوه الدوله، والدوله هي اللي غتصرف فيه وكذا وكذا، كما داروا بعض الدول، كما دارت باراغواي مثلا ونجحت لها العمليه. ولكن داكشي بدا وما عرفت شي واش زاد ولا توقف، ولكن بعد اخواتي داكشي ما غاديش في الاتجاه الصحيح، بحال توقف والناس بحال رجعوا لذاك العمل ديالهم تيخدموه. الارض ديالهم ما تسمحش لهم باش يزرعوا الزرع، حتى لا زرعوه كان غير طريفات ديال الارض قليله، الارض فيها الحجر فيها الجبل، ما تسمحش لهم باش يزرعوا الخضره الا في مناطق قليله. عليها مشاو في هذا الاتجاه تيزرعوا المخدر اللي قلت لكم. هاد الدري كان شاب، كثير من الشباب اللي مشاو تيخدموا هاد الخدمه هادي، اما يحرثوا، اما يداويوه، اما يحصدوه، اما يقابلوه، اما ينفضوه، اما يبيعوه، اما كذا، لان هاد النبته فيها بزاف ديال الخدامي. مولاها الفلاح واللي تيخدم معاه واللي تيوظف ليه داكشي واللي تينقلو واللي تيقلب ليه كذا كذا. هاد الدري اختار واحد الحرفه ما بين هاد الحرف، هو انه اختار السمسار، انه وسيط، سمسار وسيط ما بين داك الفلاح اللي ينتج داك المنتوج وما بين المشتري اللي تيشريه، واللي هو من بعد تيخرجوا هنا في المغرب او تيخرجوا للخارج. الوساطه ديالو نجحات، وتعرف على بزاف الناس اللي تيشريوه بالجمله تيديوه لبرا، وبزاف الناس اللي تيديوه هنا في المغرب او تيديوه لهاك الجي ولا هاد الجي. تيقين فيه دوك الناس، دوك الفلاحات تيثقوا فيه لانه دري امين ومعقول وتيتعامل مع ناس معقولين، مع ان هذاك الميدان ممنوع وخطير كثيرا، انه قتلوا ناس ضربوا ضرب خلى لهم معها مستديمه، ناس مشاو للحباسات ب10 سنين و20 عام. نعم، لانه الامر تيرجع كله لواحد المخدر، والمخدرات ممنوعه في المغرب وفي جميع دول العالم. واللي بغى يمشي للمخدرات خصو كما تيقولوا يعري على كتافو عاد يمشي ليه، واللي بغى يمشي لذاك الميدان خصو يعرف راسو اش تابعوا الى تقبط، اش تابعوا الى وقع عليه غلط ما بين البيع والشراء، اش تابعوا الى هاجموه عصابات. من اجل ذلك راه في مشاكل وكثيره ديك المشاكل، سيرتو في الاونه الاخيره من ولا الامن تيقوم بالدور ديالو كاملا. شي تنجعل نشوفوا واحد المجموعه كبيره ديال تجار المخدرات وديال الوسطاء وديال كذا اللي لهم في السجون المغربيه باحكام قاسيه. هاد الدري دار الفلوس ولا لباس عليه ودار سياره ولا معروف عند الناس، ومشى خطب من واحد العائله. هذيك العائله ناس جباله معقولين ثابتين، مربين بناتهم تربيه حسنه، البنات العفاف والكفاف كما تيقولوا الناس والغنى عن الناس. هذوك العائله ما قبلوش لان هذاك السيد في واحد المره في واحد الغلطه دارها مشى فيها للحبس في نفس الميدان ديالو، وخرج من الحبس واخا ما دارش مده كثيره خرج.
عارفين عنده فلوس، عارفين العمل ديالو اش تيدير، لان كلشي عارف داك الجبل، كل واحد عارف الاخر اش تيدير، كل واحد عارف الاخر شنو عنده. ولكن الناس مقرين بعضياتهم عارفوا، ولكن قالوا حنا ما نزوجوك بنتنا، حنا لا. هنا كان هذا واحد ولدي قال لهم باها، واحد ولدي استاذ، واحد بنتي تدير الطب، واحد بنتي تدير، حنا ما عندناش الفلاحه ديال داكشي اللي تخدمو نتايا، وحنا ما عارفينك بان ما تقدش تبدل الخدمه ديالك غير عندك الفلوس، لان الخدمه انت عايش وكذا وكذا وكذا. هو كان وسيم في الوجه ديالو، والبنت كانت جميله. البنت فايت شايفاه وعارفاه لانه قريب لهم في الدوار، وهو عارفها، ومشى هو في الطريق الصحيح، ما بغاش يتلوى يدوز من ليه كما تيقولوا، مشى عندهم ديريكت مع والديه بيخطبوها، هما ما بغاو شيء. ولكن ما بغاو شيء، ولكن بالنسبه للبنت ما استاشروش معها، ما قالوش لا واش بغيتي ولا ما بغيتي شيء، لان هاد القضيه ديال البنت تستاشروا معها واش بغيتي ولا ما بغيتي شيء كاينه الحمد لله في المدن المغربيه، في المدن، في الحظائر كما تيقولوا. هنا في المدن تيجي شي واحد يخطب البنت، ما تتعرفوا شيء او تتعرفوا ما عندهاش علاقه به، تعيطوا للبنت تيقول لها واش بغيتي هاد الولد ولا ما بغيتي شيء. والديها قبل ما يحضروا العدول تتقول ايه ولا تقول لا. وانا شف قليل بعض الحالات اللي البنات تيقولوا لا، تيقول لا تزوجي به، لا تتقول لا سير لا. ولكن في الجبال وفي البوادي باقي لحد الان البنت حقها شويه مهضوم في هذا المجال، تيقول لها راه غيجي يتزوج بك فلان، الصلاه على النبي، راه غتزوج بك غادي تكوني غدا عروسه، ما كاين مشكل. واخا ان هذاك السيد ما بغاتو شيء ما عليها الا تزوج، حيت لا قالت لهم لا تيقول لها واش علاش بغيتي تقولي، علاش تقولي لا، علاش قلتي لا، شنو ناويه تزوجي انت وصلتي للزواج، ما عندهاش حق، تتولي مسكينه منبوذه. وهاد البنت هادي ما استاشروش معها الا قالوا داك السيد لا، وخبروها بان داك الولد بغا يخطبها وبغا يتزوجها، وخبروها بان ما غتزوجش به. ولكن البنت في داخلها كانت تتمناه، كانت تتمناه، وكانت ولما خطبها وفشلت الخطوبه بدات تتبغيه خلسة وخفية تتبغيه، ولا واحد الاتصال بينه وبينها عبر بعض الفتيات من العائله ديالها اللي عندهم فيها ثقه، وحتى هو استعمل بعض البنات اللي من عائلته فيهم ثقه، لان حنا تنعرفوا الناس ديال الجبل، وتعرفوا الناس ديال الجبل ما معاهمش لا في هذا المجال، ناس واعرين ما تيسامحوا شيء، وما تيوش الله يسامح الا بنتهم خرجت الطريق. وهذا الشيء اللي جعل ديك البنت تستغل شي بنيات ديال الحومه ديالها اللي قراب لها وعزاز عليها وشي وحده من عائلتها باش توصل ليه بعض الرسائل. دوك الرسائل تيتقبلوهم بنات من جهته من عائلته وتيقولوهم ليه، وتيصيفط لها كلام اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى جا واحد النهار اتفقوا على الفرار، وهما يباتوا ما صبحوا كما تيقولوا وهربوا بجوج، هربوا بجوج. هادشي دار مشاكل ما بين العائلتين، ولكن العائله دول تيقول ما حناش غنديروا لكم، حنا خطبنا ما عندكم ما بغيتوا شيء، واش جابها عندنا الدار، واش دخلها هنا، واش دار شي عرس، حنا ولدنا ما عرفنا فين مشى، بنتنا مشات معاه ولا بنتكم مشات معاه، المصير ديالهم ولا بحثهم بجوج صافي. حنا ما عندنا ما نديروا بداك الولد كاع سيدي، وانتم مالكم ما ديروا بداك البنت، انتم بغيتوا تتزوجوا ما بغيتوا. كثرت الهضره ولكن الولد مشى مع البنت، مشى مع البنت ومشاو للمدينه، مشاو مدينه شويه بعيده بلا ما نذكر الاسم ديالها، مدينه بعيده عن السكنه ديالهم، وبقاو عايشين تما. ورغم داك الشيء بدا هو في اتصال مع الفلاحه اللي تيعرف، التليفون موجود، الفلاحه اللي تيعرف، ومع البائع اللي تيديروا التجار في ذاك المخدر، ما بين تجار المخدرات والناس المنتجين، ما بين المنتج والتاجر، ولا في اتصال ديما 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 معهم. واحد النهار تشدات واحد العصابه كبيره تتاجر في المخدرات خارج المغرب، تشدات، وفي البحث معهم، خلال البحث معهم ذكروه
بانه كان فلان هو هو صله وصل بيننا وبين دوك الفلاحه، والسلعه تدوز على يدو، وكل شيء يدوز على يدو. جابوه بعد ما دخلوا عليه الدار اللي هو فيها على غفله، ولقاو فيها واحد الكميه ديال المخدرات، والكميه حتى ديال المخدرات قويه، وتشد ومشى للسجن وتحكم ب10 سنوات. من حسن الحظ ديالو كان شرا واحد الدار مزيانه في ديك المدينه فين دا ديك المراه ديالو، شرا دار مزيانه وتزوج بها ودار بها الكاريت وسكنها فيها. من حسن الحظ ديال مراتو انها لما تزوجات وولدات واحد الولد، صلحات مشكله مع عائلتهم، رجعت لعائلتهم، صلحوا المشكله بين الطرفين. قبل ما تشد في الحبس نالوا الشيطان، جابوا الطلبه وداروا الحلال ما بين الحياه بجوج وكذا وكذا، وطفات الامور. ولات هي راجلها عنده فلوس بزاف من المخدرات، ولات تدفع تتعاون دارهم خوتها وداك الشيء، وهذا ولات مقبوله عند عائلتها كما كانت. لما ولدت البنت وولدت ولد، ديك الساعه عندهم فلوس كثيره، ماشي فلوس قليله، فلوس كثيره، وشراو دار كبيره مزيانه فرشينها. كان شويه المخسور تيخسروا بزاف، ديما السفريات، ديما هادي الكساوي، ديما الكساوي لبناتهم، البنت والولد كساوي ليه كساوي ليها. المراه مطلوقه بالمعقول، طالقه يديها بالمعقول، فلوس موجوده. ولكن كما قلت طاحت واحد العصابه، تشدوا شي عصابه، وخلال البحث معهم ذكروه جاء اسمه من بين الوسطاء اللي تيتعاملوا مع بعض الفلاحه ومع الناس من دوك العصابه، وتقدم المحكمه. قبل ما يتقدم المحكمه دات واحد بيركيزيسيون دوميسيل، مشاو قلبوا ليه الدار ديالو، لقاو فيه واحد الكميه ديال المخدرات، واحد الكميه ديال المخدر قلب الهندي، وواحد الكميه ديال المخدرات القويه، وتشد وتحكم ب10 سنوات. 10 سنوات مشى فيها الحبس ديك الساعه كانت القفه، دابا ما بقات شيء. المراه بقاو عندها الفلوس، خلى فلوس مزيانه في البنكه، ولكن هو لما دخل الحبس بدا تيطالب المراه بزاف ديال الحوايج، جيبي لي هادي وجيبي لي هادي وجيبي لي هادي وجيبي لي هادي. ولا تما دوك كما تنقولوا دوك البزناس اللي كانوا مشهورين في الحبس، البزناس في الحبس تلقى البزناس عنده اللي تيتسخر ليه، وعنده تيطيب ليه، وعنده تيدير ليه، وعنده تيعاونوه كذا كذا، تيتهلا في الداخل وفي الخارج وفي الكارديان وفي كذا تيتهلا. ولا تا هو من دوك البزناس لان خلى فلوس بزاف عند مراته، خلى فلوس بزاف، تقريبا حسب ما قال لي واحد السيد خلى حتى 400 مليون اللي خلاها في الذمه ديال المراه. هذا السيد كان معاه في السجن، خلاها في الذمه ديال المراه، ولكن المراه كان يطالبها بفلوس تجيبها ليه للسجن، كانت تجيبها ليه، كانت تعطيها ادروات غوش، كان تيطالبها بمواد غذائيه كثيره، باطباق تيشهاهم، جيبي لي. كانت عندها ديما هي ما عندها حتى شي شغل الا الزياره ديالو مره 2 مرات في الاسبوع، ومره في الاسبوع. تعطي فلان غيجي عندك، اعطي لواحد غيديك، اعطي لواحد غيقول لك، اعطي لواحد غيدير. المراه شرات الطوموبيل راسها، بقات تتحرك بها، هي خلات الطوموبيل ديال الراجل لان تهزت ليه داوها لها. المراه بقات تتبرع ولادها كيما كان برعوا باهم، ولات عند دارهم ديما تهز دارهم السفريات، بقات غادا بهذا الشيء لان الفلوس كاينه في لابونك، والسيده ماشي معلمه في لاكونتابيليتي، كل مره تجبد وهو غير تيجبد في نيته وفي نيتها غادي نخرجوا غادي نكملوا. ضرب 10 سنوات ديال السجن وخرج داك 10 سنوات. ولما خرج لاحظ بان فلوس قلالت بزاف، الفلوس ولات قليله بزاف، بقى خايف ما قدش يرجع للمهنه ديالو، ما قدش يعاود ثاني كوسيط تقول بلاتي حتى ينساوني، بلاتي تندبر، بلاتي تندير، ولكن بقى عايش ديك الحياه ديال الرفاهيه اللي كان عايش فيها وداك البذخ اللي كان عايش فيه. ادى به الحال واحد الوقت
ما بقاش عنده الفلوس، ما بقاتش المدخول، ما بقاش. اتفق هو المراه، قال لها ودي غنعاودو نبيعو الدار، نعاودو نبيعو الدار، هاد الدار اللي عندنا نبيعوها وندير راس المال ونعاود نخدم على راسي ونسلعة ونديها هنا وهنا وهنا وهنا، ونبقى نمشي نبدل انا الخطه ديال انا وسيط، غنولي انا تنشري وتنبيع راسي، هادشي اللي غندير. قالت لي المراه واخا، فعلا مشى في هذا الاتجاه، نسى راسو بانه شخص دائما تحت المراقبه، بانه من الناس اللي تحت المراقبه التحرك ديالهم، لان دوك البزنس الكبار تيكون ديما تحت المراقبه. نسى راسو ولا تيتحرك هنا وهنا وهنا. هنا كانت واحد العصابه في الدار البيضاء، بدا تيتعامل معها، بدا تيجيب لهم المنتوج المذكور وتيديه لهم وتيبيع معهم، وهذوك كانوا تحت المراقبه ديال السلطه، وخصوصا السلطه ديال المحافظه على التراث الوطني. هو ما كانش راد البال هذه القضيه هذه، ما ردش البال. وواحد النهار صار شويه ركب في طوموبيلتو، عطا مرتو تسوق لان مرتو تسوق، وقال لها غنمشيو للشمال نجيبو واحد السلعه كبيره عمرها في الطوموبيل وندخلو بها وزو الفلوس، وداو السلعه يدخلوا فيها. ولكن داك اللي غيبيعها لهم كان تحت المراقبه، كان مراقبينه وتحت المراقبه، وشافوا هذا من جا ودخل وعرفوه وقالوا هذا هو فلان، رجع الحرفه، عاوتاني رجع خلاوه حتى دخل عنده وتعامل معاه وهز ديك السلعه، وبقاو غادي وبقاو تابعينه. قال غنشوف لمن غيعطيها، بغاو هما يشدوا حتى داك لما غيعطيها. السيد اللي عطاه السلعه مو السلعه طلقى عليه القبض، هو ما عرفش بان السيد طلقى عليه القبض اللي عطاه السلعه، وبقى غادي هو بالطوموبيل باش يوصلها بلاصه فين بغا يوصلها، ولكن دوزها داها لدارو. قالوا هذا ما يعطاش شي واحد دابا، عطاه لدارو، اذا العمليه تمت هنا، لا ما يعطاش هذا نلقاو عليه القبض ونقدموه. الا نبقاو نتسناو حنا 10 ايام 11 يوم هو تيجي شي واحد يديها. بارك علينا، عندنا عصابه شدات في الشمال، وعندنا هذا السيد هذا شدوه ولقاو عليه القبض هو ومراته، قدموه للعداله. قدموه للعداله، اش عنده هو؟ عنده فلوس ديال ديك الدار اللي باع منها، شرا طوموبيل منها، طب شويه الفلوس، طب تقريبا الثلث ديال دورو تبرم باش ينسى ايام الحبس، منها تخسر المراه باقا تخسر كي بغات، وتشدوا بديك السلعه اللي كانوا خلصوها وتشدوا وتقدموا للمحكمه، وعاود تحكم ب10 سنين اخرى. والمراه تحكمت ب3 سنوات، مراتو، لان هي اللي كانت سايقه السياره وهي اللي كانت معاه، وتهما في عمليه وحده، تكوين عصابه اجراميه وخاهما غاجوج بجوجهم، ما كاين شيء. حقا مراتو سير انت للدار، سير انت للحبس، سير انت للحبس، سير انت للدار. تشدوا، وداك اللي تشدوا كان وقع مواجهه عند قاضي التحقيق ما بينه وبين السيد اللي دفع ليه. قال لي هذا السيد ديما تندفع ليه وتيدي السلعه بديت تندفع ليه، ومراتو ديما تجي معاه، وبعض المرات تجي غير مرا بوحدها وتندفع ليها. اذا الجريمه ثابته. خدات 3 سنين، خدا هو 10 سنين. هذيك 3 سنين شكون اللي بقى في الدار؟ البنت والولد، وبقاو متبعين التعليمات ديال امهم. التعليمات ديال امهم تقول سيروا عند با يقولوا ليه، وسيروا عند امي يقولوا لها، وسيروا عند اختي يقولوا لها، سيروا هزوا الفلوس ديو لاختي، نقول لها تصاوب ليا وتصاوب ليا. كما قالت لكم ديك الساعه كانت القفه باقا خدامه تيدخل القفه، نقول لها تجيب ليا وتجيب ليا وتجيب ليا وطيب ليا وطيب ليا ودير ليا ودير ليا ودير ليا. علاش؟ باش تشد مكانتها داخل الحبس ما بين السجينات، لان في الحبس اللي عندها الفلوس ولا اللي عنده فلوس تيكون شويه عنده واحد القيمه وعنده بلاصه مزيانه وتيحترموه وكلشي محتاج ليه وكلشي تيدور به. هو كما كان هو في الحبس حتى هي كانت في الحبس، حتى هي هو تطلب، تيجي ولادو جيبوا لي وجيبوا لي وجيبوا لي وجيبوا لي وجيبوا لي. دازت واحد المده، السيده قربت تكمل 3 سنين، ولادها ولا تيجيبوا لها الخبر هي واختها بانه فلوس راه ما بقى شيء، راسي فلوس ما بقات شيء، راسي فلوس ما كان شيء، ما بقاش الفلوس، ما بقات حتى شي حاجه. بقات واحد السياره ديالها هي مركونه عندها في الدار مخبيه، هي اللي بقات، ولكن الفلوس ولاد ما بقاوش. علاش؟ لان كانت جوج ديال الايموراجي ديالو هو، الايموراجي ديالها هي. هنا فلوس تتكب عندها وفلوس تتكب عنده، ودوك فلوس
غير ديال الدار اللي باعو، وانه خلات ولادها في الدار مكريه، وخدات دار مزيانه كراتها اذن ثمن غالي. اذن ثلاثه الناس، الراجل تيجبد، المراه تجبد، الكرا ديال الدار تيجبد، الموضوع الولاد تيجبدوا بجوج، الدراري تيجبدوا بجوج انهم كبروا ولا تيجبدوا فلوس بزاف. السيده قربت تخرج من السجن، صافت راسها خارجه، شنو غتخرج دير؟ غتخرج تقلب على الفلوس باش تعطيه هو القفا. طلبت الطلاق ديالها، طلبت الطلاق منه، طلبت الطلاق، قالت له بغيت نطلق منه. تم الطلاق وخرجت السيده من السجن. خرجت السيده من السجن ليس لها الا سياره نباتها، بقات عندها شي سياره، ولات دايره واحد المحل ديال الماكياج للعيالات وداكشي وهذا وكذا وكذا، تتبيع لهم ماكياج وكذا. الدراري ما قراو شي، حارفوا كما تيقولوا، خرجوا عوجين. بقات هي تدابز معاهم باش تردهم للطريق، باش تردهم تعلموا شي حرفه يديروا. كان داكشي صعيب عليها، ولكن المهم في هادشي هي بقات في واحد الحوينيت تتبيع هادي تتصاوب هادي شي ماكياج، تصاوب هادي شي حاجات، دير هادي. الدار ديال الكرام ما قدتش عليها، تحولات من ديك الدار الغاليه وخدات الدار رخيصه فين سكنات. الدراري وحلات معاهم ما خدوش يهبطوا داك المستوى اللي كانوا فيه ديال البذخ وديال الثراء، ما قدوش يهبطوا دوك الدراري. تتقول واحد السيده تنعرفها لما هضرنا في هاد القصه ديال هاد السيده، قالت لك وحلات مع ولادها، غير دابز عطينا وهي ما عندهاش، وتتغوت معاهم غيحمقوها. قالت لك تبدلات ديك المراه تكرفسات، اش غيعطيها باها؟ باها راجل معقول، راجل تجي عندهم البلاد الا دير شي زيت ودير شي حاجه تهبط الدراري وكذا وكذا وكذا. المعني مسكين في الحبس، باقي في الحبس. تيقول واحد السيد بانه عنده اكتئاب كبير حس بالحبس، واحد الاكتئاب كبير اللي وقع ليه في الحبس. هذا الرجل كان امينا في حياته، وكان رجل معقول في حياته، ونقولوا حنا كتب عليه الله، مشى لهاد الحرفه هذه، مشى لهاد الحرفه كوسيط، ولكن وثقوا فيه الناس، وثقوا فيه يتعاملوا معه، ولكن لما بانت الفلوس بان عليه داك الثراء. انا تعرف ناس كتب عليهم الله تيتاجروا في هذا الشيء هذا، عندهم املاك وعندهم فلوس، ولكن مغطين بالتواضع ومخبيين ومتواضعين، ما تيبينوش داك الثراء قدام الناس، ولا يبين داك الغناء، ولا عيالاتهم تشوفهم تيفرفروا ولا كذا ولا كذا، لا، مستورين مخبيين. شدينا ناس حنا من كبار الناس ديال المخدرات، لا المخدرات القويه ولا قلب الهندي، وجبنا ناس من جا قدامنا جالس بالجلابه تلقى غير تشوف فيه. واحد كان تيبيع طابه، ديك الطابه ديال التنفيعه، جبناه واحد النهار لقيناه من اغنياء ديك الراجل، راجل غني والراس محدور، وجات واحد المراه عنده دايره كاش جريبه سترا مستورين، ما تيبانوش رغم انهم تيتاجروا في داكشي، ولكن سترا هي اللي نفعهم. وحتى الناس تيكونوا يبغيوهم، تيقول لك شوف ولادهم مربيين، مرتهم مربيه، وشوف شحال ديال الفلوس وما تيبانش في هذا. وكاين وحدين لا حماق. انا ماشي تنقول ان الناس اللي تيتاجروا مخدرات ستروا ريوسكم، غير تنقول ولا حتى في الحلال، الله عطاك الله المال في الحلال، وسير بالشويه وستر راسك بالشويه. شحال من وحدين باهم كانوا اغنياء، انا تعرفهم اغنياء، خرجوا ولادهم زيرو. علاش؟ غير خسران الطوموبيلات وروينها. اشوف ها انت اللي دار با مسكين شحال ضرب التماره، شوف الدري كي تيدير اصاحبي، شوف الدري كي تيطير، شوف الدري ماشي في هذا العالم. يلاه حتى ولا تنشوفهم ما عندوش طبي كان على غادي بالطريق. هاد السيد مسكين كان ديك فلوسها منين جايبها ومستور، وداك الفوحان ديالو داكشي، وعدم التخمام وعدم البلانات، دخل الحبس وخرج، دخل الحبس بقى تم، ما بقى لا فلوس لا هادي لا ديك، كلشي انتهى. في واحد الوقت اللي كانت الامور واحد عنده كيدير في هاد اللعب ديال المخدرات، دابا ما عندك كيدير، دابا تزيرات الدنيا ولد عمي، تزيرات دابا كاع ما الواحد يدير نوض ندير فلوس ندير هادي والمخدرات انتم تشوفوا على عينيكم، سيرتو المخدرات القويه اللي تبع المخدرات القويه، اما مع عصابه وتتقتل، اما
تيتبلا شي بليه تيبيع حوايج دارهم وكاع اللي تكسب انها غاليه، اما تيولي محوت عليه تيهرب من دوله لدوله خدام تيتخبى وتيتكاشى. حذاري حذاري حذاري. بكري كانت عندنا في لابيجي فرقه وحده مكلفه بالمخدرات، لانه متبدل الامر. انا لابيجي كلها مكلفه بالمخدرات، لابيجي كلها مكلفه بالجرائم. كانت جرائم ديك الساعه فروقه وكذا، هاد الفرقه ديال كذا، الفرقه ديال كذا، الفرقه ديال كذا، هاد الفرقه ديال الاخلاق، هاد الفرقه اليوم هي فرقه الاخلاق مكلفه باماكن العموميه ودوك البنات ديال الشارع وداك الشيء، ولكن هادو اللي خرجتهم يخدموا يمكن لهم يهزوا دوك البنات ويديروا يدخلوا الاماكن العموميه وكذا وكذا. اليوم مابقاش واحد الفرقه خاصه. اذا داك المتاجر ولا داك المستهلك تيخاف من ديك الفرقه الخاصه، لان ما كانش هذوك الدنيا هانيه. لا دابا كاع الفروق يخاف منهم، حيت اللي شداتو. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتكم، والى حلقه غد ان شاء الله.